يا صباح الفل. ايه الفرق بين الراحة الحقيقية والهروب؟ الفرق يا جماعة كبير قوي بينهم. الراحة الحقيقية بتجدد الطاقة وبتزود التركيز وبتساعدك ان انت ترجع لحياتك تاني بطاقة وشغف مختلفين وحماس وتوازن. اما بقى الهروب فهو تجنب مؤقت بيزود اصلا المشاكل عندك، علشان انت بتعتمد على ان انت بتشتت نفسك وبتشتت انتباهك وبتأجل المواجهة، وغالبا ده بينتهي بالشعور بالذنب. تحس ان انت مرهق بقى باستمرار وان انت ده شايل هم كل حاجة في حياتك. طيب، ايه بقى الحاجة اللي ممكن تديني راحة حقيقية مفيدة من غير ما اكون بهرب؟ في كده كام حاجة صغننين جدا لو التزمنا عليهم الدنيا هتتغير وحياتك هتتغير. زي ايه؟ زي التأمل حاجة ممتازة، وانا كتير بقول انت حتى لو ما تعرفش تعمل تأمل يعني صح 1,000,000%، على الأقل تقعد 15 دقايق في اليوم في مكان هادي، غمض عينيك، اسمع موسيقى هادية، وقف دماغك عن التفكير خالص. اي فكرة تجيلك زقها بالراحة جدا عن دماغك وكمل في اللالا لاند. اقعد كده ما تفكرش في اي حاجة، فكر في نفسك اللي انت بتتنفسه دلوقتي، فكر في الاحساس الهواء اللي حواليك، فكر في الكرسي اللي انت قاعد عليه. ايوه صدقوني، فضوا دماغكم ولو 15 دقايق في اليوم، ده هيفيد جدا جدا وهيعمل ريستار لدماغك اصلا يعني. وحاجة تانية، الرياضة. العب رياضة، شوية رياضة صغيرين، انا ما بقولش تبقى بقى فظيع والجيم مقطع بعضه. امشي، اتحرك في البيت، اتنطط، قومي ارقصي، اي حاجة بتطلع الطاقة وتهدي النفسية. واخر حاجة النوم الكويس. ناموا كويس يا جماعة. النوم بيخلينا نفصل دماغنا بشكل كبير قوي قوي قوي، وجسمنا بيرتاح زي ما عقلنا بيرتاح. المهم في كل ده، ايا كانت الوسيلة اللي انت هتستخدمها، انك ترتاح. نريح دماغنا وجسمنا وعضلاتنا، نريح عقلنا الباطن من التفكير الكتير والسرعة اللي بقت مسيطرة علينا كلنا، علشان نقدر نهدى ونعيش حياة سليمة وصحيحة.